والله حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجا طبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن نادي تولوز الفرنسي عن إصابة نجمه المغربي زكريا أبو خلال بعد خروجه من مباراة فريقه ضد سانت غرولوز البلجيكي مساء يوم الخميس في إطار منافسات البطولات الدوري الأوروبي لتكون ضربة قوية لفريق المنتخب المغربي أيضا. وخرج اللاعب المغربي زكريا أبو خلال من أرضية الملعب في الدقيقة 40 خلال المباراة فريقه تولوز الفرنسي ضد سانت غرولوز البلجيكي في الدوري الأوروبي بسبب الإصابة التي كشف عن تفاصيلها النادي الفرنسي في بيان رسمي يوم الجمعة. وجاء في بيان نادي تولوز الفرنسي عن إصابة اللاعب المغربي زكريا أبو خلال. سيغيب مهاجمون أبو خلال لعدة أشهر وسيجري فحوصات جديدة من أجل الكشف عن طبيعة الإصابة ومدى الإصابة الرسمية. النادي واللاعبون يرسلون له الدعم. وتعتبر إصابة أبو خلال ضربة قوية للمدرب وليد الركراكي المدرب الفني للمنتخب المغربي الذي يعول على حضور جميع اللاعبين المحترفين في المباريات القادمة، وذلك من أجل تحضير أفضل طريقة من أجل خوض منافسات بطولات كأس إفريقيا بالإضافة إلى تصفيات مونديال 2026. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قاد كريستيانو رونالدو فريقه للفوز الثمين على حساب أهل جدة ب4 أهداف مقابل 3 ليتربع على عرش هدافي البطولة بلا منازع. ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف بعدما سجل هدفين في مواجهة أهل جدة يليه السنغالي ساديو ماني زميله في النصر. وصرح كريستيانو رونالدو أنه ما زال يحب كرة القدم ولديه المزيد يقدمه في الملاعب، ذلك عقب الفوز على الأهلي في اختتام منافسات الجولة السابعة من الدوري روشن السعودي للمحترف. وكما أضاف كريستيانو رونالدو في تصريح عقب نهاية المباراة: ما زلت أمتلك الكثير لأقدمه وما زلت أحب كرة القدم والفوز وتسجيل الأهداف، ويقولون أنني انتهيت لكن ما زلت أقدم إثباتات عدم صحة هذا الكلام. وتابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: المباراة كانت قوية والأهلي فريق لا يستهان به لكن الجمهور ساعدنا في الفوز وهو الأهم. كما رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب الدوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نفس عدد النقاط في المركز السادس. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.